يا الله، مساء الخير، مساء العافية على الجميع. بالنسبة الموضوع البيض اللي ينقر جو الطيور، مرات انه تشوف انه اكو بيضة نقرت جو الطيور، فانت راح تجي وتحاول تشيل القشر حتى يطلع الفرخ. اخي العزيز، حاول تنتبه لهاي الفقرة، حاول تنتبه من تشوف عندك بيضة منقرة، بداية خروج الفرخ. انت بهاي الحالة ايش راح تسوي؟ يعني انت مباشرة راح تجي وتشيل القشر بالكامل عن الفرخ؟ لا اخوي العزيز، حاول تركز على هاي الطريقة. هسه مثل ما تشوف انت قدامك، هاي البيضة نقرت عندي مثل ما تشوفون هنا منقرة. انا هل يعني من الممكن انه اجي اشيل القشر كليته عن البيضة؟ لا، راح ابدي بس مجرد اسوي مجال للفرخ، يعني على داير ما يدور مكان اللي نقرت من عنده البيضة، ما يصير اشيل القشر كله بصورة تامة. لاحظ وياي اخوي العزيز، بهاي الطريقة مجرد داير ما يدور المكان اللي نقرت من عنده، لين مثل ما تعرف انت اكو اوردة مرتبطة بالقشر مالت البيضة، فانت هنا ما يصير تزيل القشر بصورة تامة، لا، اخلي الفرخ هو يساعد نفسه اضافة الى مساعدة